السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته على قناة أم ريحانة لتعليم الرندا من الصفر للمبتدئات. فيديو جديد إن شاء الله على القناة. في بداية الفيديو بغيت نرحب بكاع الناس اللي انضموا للقناة ديالي، نقول لكم مرحبا بكم وكنشكركم على التعاليق ديالكم الزوينة. الفيديو ديال اليوم إن شاء الله غنتعلموا فيه أول غرزة في الرندا. كيف ما كتشوفوا هنايا أنا ثبت جوج طروفه ديال الثوب على هذا الشكل هذا، يكونوا غير صغار، من الاحسن يكونوا كريب او مليفه. بالنسبه لك انت كمبتدئه، حيت الكريب والمليفه كيكونوا واقفين وكيعاونوك شويه، ولا ما كانوش متوفرين تقدري تستعملي اي ثوب عندك. المهم انا هنايا لو غليتو على هذا الشكل هذا كتنيه وكتوزي عليه بالخيط غير بايدك باش ما يجيكمش الفيديو طويل، وثبتو هنايا بجوج فنيتات فوق مخده صغيره بهذا الشكل. كتاخدي الفنيته وكتضربيها في المخده على شكل مائل هكا كتثبتي الثوب. تقدري تستعملي انت حتى 4 الفنيتات، ديري هنا جوج وهنا جوج. غادي نحتاج الابره نمره 5 وغنحتاج الحرير اللي سبق لي برمتو معكم في الفيديو اللي فات. بالنسبه للناس اللي ما شافوش يقدروا يرجعوا يشوفوه. غادي نخشي الابره، نخشي الخيط في الابره، هاد اول غرزه في الرانده ضروري خاصك تطلقي فيها يدك في البدايه باش تعلمي كيفاش تتحكمي في الخيط وفين غادا ترمي الخيط. ان شاء الله غادي نوريك بالتفاصيل. غادي نبداو على بركه الله. هنا خشيت البرا في الخيط. هاد كيكون عندنا هذا الراس، هذا الراس هذا اللي كيكون عندنا على شكل دائره، هذا هو اللي كنكون مثبتناه في الصبع ديالنا ملي كنبغيو نبرمو. عندنا هذا الراس هذا هو اللي غنخشيوه في البرا، وهذا الراس هذا خاصو يبقى قصر من هذا اللي فيه الدائره على هذا الشكل هذا. شوفي شتي، ديما يبقى ديما في الخدمه ديالك يكون هذا طويل وهاد الجهه تبقى قصيره باش ما كيتخبلش لك الخيط. غنبداو بسم الله. اول ضربه غنضربوها في الثوب، ما غاديش ناخد بزاف ديال الثوب بحال ما هكا، وما غاديش زعما نخلي غير شويه، يعني بينه وبين واحد المسافه بهذا الحجم واضحه في الفيديو. شتي، وغادي نضرب البرة ونطلع وما نخرجش الخيط كامل، يعني هذيك الدائره اللي قلت لك شكون عندنا هنا غنخشي فيها الخيط البرة عفوا ونطلع نجر. غادي تكون عندنا هذه اول دقه. من بعد كيكون عندنا مثلا هاد الطرف ديال الثوب هذا اللي كيكون من جهتي، وعندنا هاد الطرف هذا اللي من الجهه الاخرى. دابا لاحظي معايا، ديما غتخدمي بهاد الطريقه هذه اللي غنقول لك. ملي غتبغي تضربي في هاد الثوب اللي من الجهه اللي من لهيه، الخيط يكون من عندك، الخيط غيكون من عندك نتيا. غتاخدي الخيط وغتثبتيه في البدايه بحال هكا بايدك، ترسمي دائره. شتي انا هنا رسمت دائره، وغادي ناخد البرة وغنضربها في الثوب مقابله مع الدقه اللي ضربت هنايا. ها هي الدائره عندي مرسومه واضحه، وغنضرب في الثوب ونطلع وسط من هذيك الدائره تحت من هذا الخيط هذا. شتي، تحت من الخيط وسط من الدائره، وهذا تجري البرة غتجري لعندك. شتي، غادي نعاود ملي غنبغي نضرب في الثوب اللي من عندي انا، الخيط فين غيكون؟ من الجهه الاخرى. ديما الخيط كيكون مقابل معايا ماشي ورايا قدامي. غنعاود نرسم دائره بايدي، وكنخدموا بيدينا بجوج. مثلا هاد اليد اليمنيه شاده بها البرة، اليد اليسريه راه كنثبت بها الثوب وكنثبت بها الخيط على هذا الشكل. شوفي هاد الصبع الكبير ديما نجيبيه تحت من الثوب، وهاد جوج صبعان هادوك تشدي بيهم هاد الخيط هذا. وهنايا غنرسم الدائره. شتي، وغنجي نضرب في الثوب، ما غنبعدش بزاف من هاد الدقه وما نقربش ليها بزاف، غنخلي واحد ليسباس صغير
وغنطلع تحت من الخيط. ها هو الخيط تحت منه وسط من الدائره. شتي ضروري تطلعي وسط من الدائره وتحت من الخيط باش تكون لك الدقه. شتي وغادي نجر لهيه، ما غاديش نجر عندي. شتي غادي نعاود دابا غنضرب في هاد الطرف ديال الثوب اللي من لهيه، اللي ماشي من الجهه ديالي. الخيط غيكون من الجهه ديالي. دائما الخيط في العكس، ديما الخيط يكون مقابل معايا ماشي ورايا. مثلا الا كان دابا انا غنضرب هنا في هاد هنا، الخيط غنديرو من ورايا وغنرسم الدائره، ما غاداش تجينا الدقه. شتي ما غاداش تجينا، خاص ضروري الخيط يكون قدامي هكا، ويكون غيجي الخيط هنايا بحال ما هكا. ديما الخيط قدامي وترسمي الدائره بيدك. بالنسبه لرسم الدائره راه غترسميه غير في الاول، غير في الاول غادا ترسميه، اما من بعد راه غادا تعودي على الخدمه، غادا تعودي على الخدمه. انا هنا غادي نخدم قدامك واحد شويه بالزربه وغتشوفي كيفاش ما غادي نرسم لا دائره لا والو. غاديه يعني عارفه راسي فين غنلوح الخيط. علاش كنقول لك تريني عليها مزيان؟ حيت غادا تدخل لك راسك صافي غتولي عارفه فين غتلوحي الخيط اوتوماتيكمون. نتيا عارفه راسك فين غادا تلوحي الخيط، ما غاداش تفكري لا فين غتضربي البرا ولا فين غتلوحي الخيط. عارفه داكشي علاش كنقول لك تريني عليها مزيان. شتي دابا انا ما بقيتش كنحتاج انني نرسم هذيك الدائره. شتي غادي نعاود معاك بشويه. كما قلنا ملي نبغي نضرب في الثوب اللي من جهتي هذه ديما نعقلي عليها، الخيط يكون من الجهه الاخرى مقابل معايا، ورسم هاد الدائره هذه بشويه عليا ونطلع وسط من الدائره تحت من الخيط. كنأكد عليها وكتجري. بالنسبه لي انا ملي بغيت نتعلم الراندات انا تعلمتها من اليوتيوب، وكنت نتفرج في الفيديو، وملي كنبغي نطبق كنرجع للفيديو وكنعاود نخدم مع الفيديو. يعني ملي كنخدم كنثبت، يعني كنخدم الدقه ديالي ولا هذا، وكنعاود نرجع في الفيديو كنشوف واش خدمت بنفس الطريقه اللي في سيدي اللي كنت كنتعلم من عنده. الطريقه انا كنت كنعتمدها باش تعلمت الرانده، يعني طريقه مجربه الا بغيتو تقدروا تستعملوها. حيت ما يمكنش لك انك غتشوفي الفيديو وغادي تمشي تقولي صافي لا غادي نطبق. لا، خاصك ضروري تحطي قدامك الفيديو وعاد تبداي تخدمي باش كتشوفي كيفاش الطريقه ديال، حيت غادا تنساي ما يمكنش. بهاد الطريقه شتي ديما الخيط قدامي وكنطلع من هنايا من تحت الخيط وسط من الدائره. كنتمنى يكون الشرح وصل بطريقه مبسطه. بهذا الشكل هذا دائما الخيط قدامي والبرا تحت من الخيط وسط من الدائره وكنطلع. انا اعتمدت انني ندير لكم اللون ديال الحرير مختلف على اللون ديال الثوب باش يبان اوضح. شتي وبهذا الشكل. وديما ما تنسايش يعني دقه هنا دقه هنا، يعني ماشي تضربي دقه هنا وتعاودي ديري جوج هنا، لا خاصك دقه هنا دقه هنا دقه هنا دقه هنا وانتي غاده. حتى هاد القضيه هادي ردي ليها البال. اذا بهذه الطريقه هذه كنكون وصلنا لنهايه الفيديو. نتمنى ان الشرح يكون مبسط ويكون وصل لكم. كنشكركم على متابعه الفيديو الى النهايه، وكنقول لك تريني لي على هذا اول غرزه في الرانده باش يدك تطلق وتعرفي فين ترمي الخيط. كنشكرك، كنقول لك بسلامه عليك الفيديو جاي ان شاء الله. بسلامه عليكم، ما تنسونيش من الاشتراك ديالكم ومن التعاليق ديالكم
وما تنسوش ديروا ليا لايك. بسلام عليكم.